في ليلة تتوج الفرعون المصري بعرش الريدز، يرجع الكبير بالجزء السابع ويولع المزاريطة من جديد بعد الدمار الشامل اللي عمله مكي من 3 ايام باغنية ولعانة اللي خطف بها يوتيوب تقريبا وصل معاها ل 3.5 مليون. الراجل بيقدم لنا البرومو المسلسل الجديد بتاعه ويشوقنا اكتر واكتر. يا ريت قبل بس ما نبدا الموضوع نبدا بكلمة، يا ريت تدعمونا باللايك والشير، وانت اول مرة معانا في القناة ادعم بالسبسكرايب. شفنا في البرومو ده حاجات اللي بتميز مسلسل الكبير قوي. يعني اول حاجه تعدد الشخصيات، او كل يوم تلاقي الشخصيه بحال بتتغير من حال لحال. ادي شفنا مش ادي بالنسبه لشخصيه الكبير حتى بيتغير شخصيته من نيو لوك مختلف اهو، بالنيو لوك الشنب الطويل ده، واعتبره ده الراجل ده هيبين شخصيه او بين حاجه بالشنب الطويل ده. كمان شفنا كده ملابس الستينات اللي ظهرت او الموجوده بين مربوحه وما بين الكبير، وموجود مدخلهم بين كازن او حاجه. شفنا حتى لطهم اللي بتميز او بتجنن مربوحه طول الوقت. شفنا كمان حزلقوم وهو بيشتري نادي اف سي مصر او نادي الاف سي اللي هو بتاع المزاريطه عموما للمزاريطه. كمان دخول كمان يعتبر هو حاجه جديده هيتكلم في الكلام ده طول المسلسل. شفنا كمان الخلافات الشخصيه موجوده ما بين مربوحه وما بين الكبير، وكمان هيجوزوا مع لوردينا. ده على فكره ده يميز المسلسل كبير قوي، ان كل يوم بتلاقي بس الجواز على فكره الوردينا مع الكبير ده على فكره ده مش هيستمر اكتر من حلقه او اتنين بكتير يا جماعه. تمام، عشان تبقى الناس كتير بتقول لك انه هيتجوز كبيره واعتبر قلب كبير جدا في العمل. لا، بالنسبه لمهرجان الجونه هنشوف دوره جديده من مهرجان الجونه في الكبير قوي الجزء السابع على فكره. بيعتبر هو بقى مجال البدايه هتكون على فكره من هنا. انتوا لو فاكرين كده كان المسلسل الكبير كان انتهى من عند مهرجان الجونه. تاني بقى ميزه شفناها في البرومو هي وجود كل حلقه شخصيه جديده كضيف شرف. ده على فكره حاجه بتميز الكبير قوي على فكره. يعني احنا شفنا نور اللبنانيه وشفنا اوتاكا، حتى شفنا السقه كانت مفاجاه غريبه جدا وظهوره حتى بالحصان. وعلى فكره هتبقى الخناقه كله ما بينه وما بينه عشان ما بين الكبير عشان مربوحه على فكره. حتى لما كان بيقول له يعني دي مربوحه دي اتاخد على رقبتي ودي ما اتاخدش الا غير على رقبتي، دي كان حاجه كويسه جدا ما بينه وبين السقه. على فكره يا جماعه لو لاحظتوا كده في البروم هتلاقي السقا على فكره لا، علامات السن والكبر والعجز على فكره باين على وشه جدا. السن ملوش كبير يا جماعه، بس الراجل ده يفضل اسطوره فعلا في مجال الفن. كمان بالنسبه بقى للشخصيات القديمه اللي هم بتاعت الاساسيين اصلا بتاع المسلسل هم موجودين لسه محدش منهم غايب. هنشوف برضو اشرف وفزاع وهجرس والدكتور ربيع وحتى نفادي. وكمان حتى احلى حاجه عجبتني برضو وجود شخصيه حاج العمده فحته دي برضو اللي قامت بالدور ده عجبني قوي. شخصيه سما ابراهيم دي شخصيتها على فكره عبقريه جدا في التمثيل وبتعرف تأدي على فكره في اي شخصيه. كمان بالنسبه للشخص اللي بيكتب الحوار ما بين الكبير وهجرس ده يستاهل الاوسكار بجد. الحوار بتلاقيه كده كله كوميدي، مفيش مشهد يعني من الاتنين دول بيخيب. المشاهد بتلاقيها متقنه جدا وطالعه تحس انها طالعه من القلب فعلا. كان نفسي يطلع في الكبير ده بشخصيه جديده على فكره، كان نفسي يطلع بشخصيه رابعه. بس هم عالجوا المشكله دي بظهور شخصيات مختلفه. طول كل حلقه هتلاقي شخصيه مختلفه، وكمان ان لوكت اللي كان بيظهر عليها الكبير كمان كانت بتعوض النقص ده كمان. بالنسبه لي هو يعتبر الكبير هو بنسبه 100% هو هينجح، يعتبر هو رقم واحد في الدراما الاجتماعيه الكوميديه. مفيش اتنين يختلفوا ان الراجل ده او احمد مكي واحمد الجندي بيطلعوا حاجه وحشه. الناس من اول موسم مفيش الفاظ، تقدر تتخلى ابنك يتفرج على المسلسل عادي بشكل كبير جدا. الناس فعلا بكل حلقه او كل موسم بيقدموا لنا عظمه الصراحه. تابعونا على قناه في اي بي سينما. بشكركم جدا، مع تحياتي لكم كلكم، هادي احمد.